الشخص الناجح اللي بيعرف يبيع كويس قوي، اوكي، في الاخر في مرحله ما من شغله هيقول لك الف شكر. فدي اكبر مشكله في القطاع ده، مش مشكله ان مفيش ناس بتشتري ولا ناس بتبيع. العملاء اللي بيبيعوا وبيشتري في سوق زي مصر مفيش اكتر منهم. احنا عندنا سوق ضخم جدا في الريل استيت. المشكله الحقيقيه هي ريل استيت ايجنتس. طب اصلا الشخص اللي بينجح ده عايز ايه؟ طموحه ايه في الكارير ده؟ ما دام نجح وعرف يعمل فلوس، اول حاجه ان الايجنت الناجح ده بيعرف ان الفلوس في الكوميشنز مش في المرتب. اوكي، فلو انت النهارده شركه بتدي له مرتب 6-7,000 جنيه وبتدي له نسبه صغيره من العموله اللي هو بيدخلها، الشخص الناجح اللي بيعرف يبيع كويس قوي، اوكي، في الاخر في مرحله ما من شغله هيقول لك الف شكر، مش محتاج 6-7,000 جنيه بتوعك، انا هعرف اجيب الليدز بتاعتي وهاخد بدل ما باخد 20% من العموله انا اروح افتح شركه اعين موظفين وانا اخد 80% من العموله. الحاجه الثانيه، الايجنت الناجح بيفهم انه الريل استيت بروكرج ده مش شغلانه 9 ل 5. الحاجه الثالثه، الايجنت الناجح بيبتدي يتبني عنده كبرياء وبيدور على البرستيج على طول. ما دام شخص بيعرف يبيع كويس ويبني علاقات مع عملاء، بيتبني عنده جواه ايجو، تمام، ويدور على البرستيج. فالنهارده الثلاث عوامل دول بتخلي الشركات عندها ازمه حقيقيه في الحته دي في التعامل مع الايجنتس والاحتفاظ بيهم. فانا ممكن في مرحله بيتعلموا فيها بستفيد منهم، لكن وانس اتعلموا وبقوا بيجيبوا جوان بجد هيسيبوه ويمشوا فور شور. صح. وهم بالنسبه لهم الانفايرمنت ده هيستحملوه لفتره معينه لغايه ما يتعلموا، ولما يبتدي يلمس النجاح هيسيبه ويمشي. بس خد بالك، اي واحد بيخش شركه هو مش هدفه يسيبه ويمشي. اي واحد بيخش شركه النهارده بيخش عشان عايز يقعد ويبني كارير، مش عايز كل شويه يدور انا هشتغل فين واروح لمين وهاخد كام. اي واحد عايز يخش في مكان عايز يثبت ويبقى مرتاح ويفضل ينمو في الكيان اللي هو فيه.